السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا جميعا بخير، وأهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة مع شيماء في قناة يوميات مهيبة. أكلة النهاردة ظريفة جدا، وتقدروا تقولوا كده أكلة مخصصة لدور البرد المحترم اللي الناس كلها قاعدة دلوقتي. أكلة شتوية لطيفة. أيوة، هي فراخ ولكن بطريقة مختلفة خالص ومش معتادة طريقتها على اليوتيوب. وهنا طبعا البقدونس هو الراعي الرسمي بتاعي للأكلة. أنا معايا 4-5 ربطات من البقدونس كده، غسلاهم ومخرطاهم كويس جدا. ومعايا فرخة، ما تحاوليش تنقيها كبيرة، يعني آخرك 2 كيلو و200 جرام. اغسليها كويس في المحلول الملح اللي احنا معتادين عليه، ميه وملح وليمون. وكمان لو عندك برتقان وجنزبيل، ودعكي فراخك بيه كويس جدا. ومعايا نص كوبايه من الخل ونص كوبايه من الليمون، وكمان ربطتين من الكزبره، غير 5 ربطات من البقدونس، يبقى 5 بقدونس، 2 كزبره، نص كوبايه ليمون، نص كوبايه خل، راس توم مفرومه، طماطمايه صغيره جدا جدا، ملح، فلفل اسود وكزبره ناشفه، ومكعبين من الزبده، ومعاهم معلقه من الزيت. قبل اي حاجه كده في الطاجن او في الصينيه اللي هتستخدميها، حطي شويه رشه من البقدونس ورشه من الكزبره، وكانك بتعملي ارضيه للصينيه بتاعتك. وبعدين الخطوه التانية، هتاخدي في الخلاط بتاعك البقدونس والكزبره والخل. هنسيب بس شويه صغيرين من الخل، شويه صغيرين من الكزبره، شويه صغيرين من البقدونس على جنب، هنشوف هنعمل بيهم ايه تاني. وبعدين نحط الطماطمايه والثوم كله ما عدا جزء بسيط منه، والليمون، ونحط الملح بتاعنا والفلفل الاسود، ومعلقه صغيره جدا من الكزبره الناشفه. الاكله دي اللي علمتها لي من حوالي 10 سنين تقريبا، هي كانت والدة زوجي طبعا، ووالدتي التانية. وهي دي طريقتها، وهي يعني بتعملها من حوالي 30 سنة تقريبا، قبل ما بقى يظهر اليوتيوب، القنوات بتاعة اليوتيوب والوصفات. أكلة لذيذة جدا، مفيدة جدا، وزي ما قلت لكم في أول الفيديو، للبرد وللناس اللي عندها دور انفلونزا الشديد اللي نازل اليومين دول. والجو ده، في الليمون طبعا فيتامين سي، والبقدونس مفيد جدا للكلى وللمعدة. كمان الكزبرة، الخل مطهر، الثوم مضاد حيوي. يعني كل الحاجة اللي انتم مستخدمينها في الوصفة دي مع الفراخ لها فوائد عظيمة جدا. هنا بقى التتبيلة اللي انا حطيتها، الكزبرة والبقدونس، الكزبرة خضراء وبقدونس اخضر، حطيتهم في الخلاط ونزلت عليهم بالليمون والملح. تقدري تحطيهم زي ما هم، بس انا بعمل التركه دي مثلا ضربه في الكبه، ضربه في الخلاط، على اساس كل حاجه تبقى متجانسه والفراخ تشرب بقدر الامكان. وحاطه في الارضيه قبل ما احط الفراخ، زي ما قلت لكم، بقدونس وكزبره قطع، قطعي الحاجات كبيره مش صغيره. وهنشوف دلوقتي الخطوه الثالثه هتكون ايه. يعني خليكي لاخر الفيديو علشان خاطر تاخدي نتيجه حلوه وظريفه ولذيذه، واحلى كمان من اكل المطاعم. لو عندك ضيف او عامله عزومه، هتبهري ضيوفك بالاكله الجديده دي او بطريقه الفراخ الجديده دي. كلنا بنحب ننوع يعني. انا بحب اعمل الطريقه دي لما نكون خلاص زهقنا من الفراخ المشويه والطماطم والصلصه والتوابل والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. سهله وتحضيرها ما بياخدش 5 دقايق. هنا بقى بصوا، انا خلاص تبلت الفراخ كلها، وزي ما قلت لكم كنت مفتحه الفراخ كويس علشان تشرب من التتبيله دي. احنا ما بنسيبهاش منقوعه في التتبيله دي، احنا بنسوي على طول بالتتبيله دي، وما بنضيفش ميه نهائي، هي تستوي منها فيها. قلت لكم اني كنت شايله معلقه رشه صغيره من الثوم، وشويه من الكزبره، وشويه من البقدونس. انا بقى هنا مع الزبده بتاعتي، والتركه دي خاصه بيا انا وانا اللي بعملها. مكعبين الزبده، وكمان معاهم معلقه الزيت، نزلت بيهم بكل الحاجات اللي باقيه عندي ما عدا الليمون. الليمون خلاص احنا حطيناه في الخلطه الاولانيه وتبلنا بيه وحطيناها على جنب، مش كتير، احنا يا دوبك هنسيح الزبده والخضار بتاعي ده ينعنع كده او ينعنش كده جوه الزبده بتاعتي، والزبده تدوب. وهقوم حاطه بقيه شويه الخل اللي موجودين عندي، وهاجي واحطهم. وطبعا الملح بتاعك تظبطيه، مش محتاجه لا توابل ولا بهارات ولا اي حاجه تانية. مش هتكون مززه قوي ولا اي حاجه، بالعكس بتكون لذيذه جدا جدا. احنا الصوص اللي بيخرج منها عادي بناكله مع المكرونه او مع الرز. تقدري تقدميها مع مكرونه حمراء، مع رز، مع عيش. في كل الحالات تحفه 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 بجد. وصفه لذيذه مش هتندمي لو عملتيها. وكمان للناس اللي بتحب التغيير قوي. وزي ما قلت لكم هي مش معتاده على اليوتيوب، يعني مش كتير بيعملها على اليوتيوب. انا هنا كنت بظبط الملح بتاعي، الزبده بتاعتي خلاص ساحت خالص زي ما شفتوا. انا على فكره يعني الكاميرا ظالمه اللون، او مخلياكم حاسين ان الكزبره دبلت والبقدونس دبلوا في الزبده. لا، هما لسه برونقهم كده. هاجي بقى على وش الفراخ واشرب بقى الوش كله بالزبده
الكزبره والثوم والحاجات اللي انا ايه حطيتهم تسخينه على النار، يعني احنا مش هنقول تشويح، احنا هنقول عليها تسخينه. انا تقريبا القالب كان صغير ولا ايه، فقاعده احاول ان انا ايه اخليها تبقى مرتاحه. خلاص كده الوصفه بتاعتي اصلا خلصت. هنغطيها بقى بورقه فويل وندخلها الفرن في الاول على درجه حراره 230 او 220. اول ما تبدا تغلي هتروحي موطيه عليها وتسيبيها تستوي على نار هاديه خالص جدا 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 جدا. وروحي بقى حضري بقيه اكلك او حضري بقيه الحاجات اللي هتقدميها معاكي. هي قعدت في الفرن تقريبا هنقول ساعه وي، علشان احنا بنحبها تبقى ناشفه قوي. لو انت بتحبيها طريه خرجيها قبل كده او وقت الفرخه بتاعتك ما تستوي، يعني كل حجم فرخه وليها توقيت في التسويه. الفراخ طلعت دايبه جدا جدا، وزي ما انتم شايفين بقى باقي سفرتنا كده كانت حاجه سهله وبسيطه. عملت رز حبه وحبه وزينته زي ما انتم شايفين، وعملت بطاطس مهروسه باللبن والجبنه التركي، بتبقى روعه جدا، والزبده حاجه حلوه كده تحسوها انها بتبرد لو الناس اللي ما بتحبش الحاجات المززه قوي. طبق سلطه محترم، ويا ريت الايام دي نحاول نخلي طبق السلطه ضيف اساسي على في الوجبات بتاعتنا او في وجبه الغداء بالاخص. جرنشي كده الطبق وزوقيه ودلعيه ودلعي ولادك وجوزك علشان خاطر يحبوا الاكل ويحبوا كل حاجه بجد بتعمليها. التغيير مطلوب والتشكيل مطلوب، يعني شغل مطاعم او سنس بسيط جدا من شغل المطاعم. كل ست فينا بتقدر تعمل اللي احسن من كده كمان. خدي الوصفه انت بقى ودلعيها زي ما انت عايزه، حطي التاتش بتاعك برضو زي ما انت عايزه. الطماطمايه انا مش كل الناس برضو بتحطها، ولكن انا بحب اضيفها. طماطمايه صغيره جدا ولا صلصه ولا اي حاجه، بتدي سنس او بتعدل شويه كمان ايه، بتظبط سيكه في الطعم كده. هنا بقى بقول لكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. وبدات احط الاكل بتاعي زي ما قلت لكم، عملت رز حبه وحبه وسلطه وبطاطس بالزبده والجبنه واللبن. لو عايزين طريقتها اكتبوا لي في التعليقات. قدمي بقى الطريقه بتاعتك انتي. اتمنى الفيديو يكون عجبك ويكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش دعم القناه باللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله بجد، جربوها، وصفة مفيدة جدا 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 إلى أبعد حدود. طبعا وأكيد اللي هيشوف الفيديو للآخر هو اللي هيعرف إيه اللي اتقال في الآخر. واستنوا فيديو جديد وموضوع جديد بجد حقيقي عايزة رأيكم فيه الفيديو اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. طبعا بقى أقول لكم أستودعكم في رعاية الله. ما تنسوش اللايك والشير.